فطيرة عاملة ضجة على اليوتيوب وقلب الدنيا، وهي اسمها طاقية السلطان. فالنهاردة بقى تعالوا نعملها كده ونجربها زي كل اللي جربوها، ونحكم عليها احنا الاخرين ونشوفها يعني تستاهل الضجة اللي هي نعمل عليها ولا لا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى هنعمل طاقية السلطان. تعالوا بقى نشوف كده الفطيرة بتاعتنا او طاقية السلطان بنعمل ازاي. اول حاجة معانا كوباية وربع من اللبن الدافي، نزلنا عليهم باربع معالق من السكر، نزلنا عليهم بخميرة، نزلنا عليهم ببياض بيضة، وكمان نزلنا بنص ملح، نص معلقة يعني معلقة شاي كده من الملح عشان تعادل الطعم. طبعا دي ما صورتش معاكم. زي ما عودتكم قلت لكم كده ان انا دايما انا اللي بصور، يعني انا اللي بصور انا اللي بعجن، فما صورتهاش معاكم للاسف، نسيت يعني، او كنت بحسب ان الكاميرا بتصور بس هي ما صورتش. نزلت بقى بالدقيق، ودلوقتي انا عايرت بالكوبايه اللي انا بوريها لكم ديت، عايرت بقى 3 كوبايات، يعني كل اللي انا استخدمته في الوصفه دي كلها 3 كوبايات. ما فيش اكتر منهم. نزلنا بقى بالدقيق بتاعنا تدريجيا اهو بالشكل ده. طبعا انا كنت نسيت الزيت، ولما افتكرته حطيته برضو، بس ده صورته معاكم اهوت. هنحط حوالي نص كوباية من الزيت، وهنعجن بقى الفطيرة بتاعتنا، وهنقلب كل دي مع بعض كده ونعجنها ونرجع لكم تاني. طبعا بقى اللي وصل لحد كده يا ريت ما يبخلش عليا باللايك، واللي بيشوفنا لاول مره يا ريت يشترك في القناه وفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلكم كل وصفاتي، وكومنت منكم حلو كده يشجعني، وما تبخلوش عليا بلايكاتكم يا جماعه. زي ما قلت لكم كده، يعني دعموني وقفوا جنب مني. طبعا بقى انا عجنتها كده وعجنتها عجنه حلوه. طبعا قسمتها بقى النصين، نص هنحط عليه كاكاو ونص هنسيبه زي ما هو كده ابيض زي ما هو. طبعا نزلت بقى بحوالي 3 معالق من الكاكاو، وهعجنها بقى واحط عليها معلقه من الزبده. احط هنا معلقه زبده وهنا معلقه زبده اهو بالشكل ده. طبعا الزبده كانت في الفريزر فكانت جامده، في دوب بس فكيتها حاجه بسيطه كده. وهنعجن بقى انا بقول لكم بقى هعجنها وارجع لكم تاني. دلوقتي كده خلاص احنا عجناها هي. طبعا ملمسها طري وحلو، واهم حاجه تكون يعني تكون قطنيه كده، وتكون ماهيش ناشفه، يعني تحسي انها هشه معاكي كده وجميل. وحطينا كمان ورقه فانيليا كمان عشان ايه، نسيت اقولها لكم في الاول. حطيت بقى الفانيليا والملح والخميره واربع معالق سكر وكوبايه وربع من اللبن، واللبن بتاعنا يكون دافي عشان ينشط معانا الخميره كده ويخليها حلو. طبعا برضو عجنت بالزبده برضو النص التاني، وهسيبهم بقى يخمروا كده شويه، وبعد كده هاجي افردها معاكم. انا بوريكم بقى الملمس بتاع العجينه، بقول لكم الملمس بتاعها طري كده، تحس ان هي قطنيه كده وجميله علشان تطلع معاكي هشه وحلو. دلوقتي بقى ده معايا شوكولاته خام، نزلت عليها كوبايه من نص كوبايه لبن حليب، ودي كانت معلقه زبده فاضله معايا، حطيتها معاها عشان تديلها لمعه حلوه كده، وفككتها على النار، وهسيبها بقى تبرد شويه كده على ما العجينه بتاعتنا تخمر. ده بقى الحشو اللي انا هحشي بيه العجينه بتاعتنا. دلوقتي بقى فردت العجينه اللي هي البيضه اول حاجه، ورجعت عجنت العجينه اللي هي معموله بالكاكاو، وهشيلها بقى احطها هنا. انا شلتها اهوت حطيتهم على بعض، هسويها بقى كده واخلي كل الطرفين يبقوا قد بعضهم. هنسويها كده بالنشابه، وبعد كده بقى هجيب الشوكولاته بتاعتي احطها وهلفها. دلوقتي بقى الشوكولاته بتاعتنا كانت برد دهيت، وهفردها بقى. انا بقول لكم ان انا هفردها كده وبعدين هلفها رول. طبعا انا بصور بايد وبعمل بايد، فاعذروني يعني لو انا مش قادره، بس بحاول ان انا اجيب لكم كل اللقطات بحيث ان انا ما يعني ما فيش حاجه تفوتكم. طبعا انا لفيتها بقى رول اهوت، وبسيب بقى نص العجينه مفرود، وبعد كده بقطعها بالسكينه لشرايح رفيعه علشان تدينا الشكل بقى ايه اللي هو شكل العمه او شكل الطاقيه بتاعه السلطان اهو بالشكل ده.
بقطعها كده لشرايح بسيطة كده وخفيفة. بالله عليكم اللي وصل لحد كده ما يبخلش عليا باللايك، واللي بيشوفني لأول مرة يشترك في القناة يا جماعة، وكومنت منكم حلو كده يشجعني. انا يا جماعه مش بطلب منكم المستحيل يعني، عشان انتوا يعني مش عايزين كده تشجعوني خالص. ده كومنت مش هيكلفكم حاجه، ولايك يعني مش هيكلفكم اي حاجه خالص. يعني لا اللايك ولا الاشتراك ولا الكومنت هيكلفكم اي حاجه، بل بتشجعوا انسانه عايزه يعني تنجح في المجال اللي هي بتعمل فيه، وعايزه تشجيع منكم. فبالله عليكم كده تشجعوني وتقفوا جنب مني. واللي بيشوفني يا ريت يعني ما يبخلش عليا باللايك، وتحطوا لي كومنت حلو منكم كده. واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك في القناه. طبعا انا بقى مسكتها لولوتهم كده علشان طبعا بقى يدونا الشكل الجميل كده، واهي بالشكل ده. انا طبعا لولوته بعد كده هلمهم مع بعضهم، وحطيتها بقى في الصينيه بتاعتنا. صينيه بقى اي صينيه موجوده عندك، المهم يكون حرفها عالي شويه علشان طبعا هي هتزيد وهتختمر معاكي، فلازم يكون حجمها ايه يعني، تكون الصينيه بتاعتك كبيره. غطيتها بقى وسبتها اختمرت اهيت. البيضة اللي احنا خدنا منها البياض وسيبنا الصفار بقى ده هحط عليه معلقتين من اللبن، وهدهن بيه الفطيرة بتاعتنا اهو بالشكل ده. ده الصفار اللي هو بتاع البيضة اللي انا خدتها. احنا خدنا البياض حطيناه في العجينة، والصفار هندهن بيه وش الفطيرة بتاعتنا. طبعا الشيف نادية السيد دي هي اللي كانت مخترعاها، وكل اللي عمل عليها ضجة. فقلت انا اروح بقى اعمل معاكم كده ونشوفها يعني، اللي عاملين عليها الضجة الكبيرة ديت. هي فطيرة حلوة وجميلة ويعني مميزة وشكل جديد، فمن المخبوزات او المعجنات يعني، فهي جميلة جدا. طبعا انا بقى هدهن وش الفطيرة بتاعتنا، وهدخلها بقى طبعا هولع هشغل البوتاجاز بتاعنا من تحت، مش هشغل من فوق. ادخلها كده في الرف الوسطاني. هسيبها على نار هادية 150، تستوي براحتها خالص كده وتاخد وتدي مع نفسها. وبعد ساعة الا ربع كده يعني تاخد لها 40 دقيقة في الفرن. تطلع معاكي بقى كده هشة وجميلة وعاملة زي الكيكة كده من جواها. وبجد جميلة جدا، واتمنى انك تجربوها. اللي ما جربهاش يا ريت تجربوها، هتعجبكم جدا وجميلة جدا وحلوة. واحنا قلنا بقى نجربها كده زي ما كل القنوات جربتها. وربنا كده يعني يدومنا حظ كده من الناس اللي طلعت ترند كده ويعني خدت فيها مشاهدة كبيرة كده. فربنا يعني يوعدنا يا رب كده انكم تدعموني كده ويضرب معايا. طبعا دلوقتي بقى بعد ما طلعتها بقى من الفرن، شايفين بقى الجمال والروعة. حاجة كده بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا وتحفة، ويعني هشة من جواها وجميلة جدا يا جماعة. يعني اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بقى باللايك. عايزين كده نطلع ترند كده زي القنوات اللي طلعت ترند كده، فما تبخلوش عليا بقى باللايك. واللي بيشوفنا لاول مره يشترك في القناه وفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلك كل وصفاتي. شكرا ليكم، شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.